بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا اهلاوية؟ عاملين ايه؟ معاكم النصر. يلا كده اهلاوية دعمونا واشتركوا في القناة. طبعا شفنا ماتش الاهلي ومودرن سبورت. بداية سيئة جدا جدا النادي الاهلي. بداية سيئة جدا جدا لريبيرو. مفيش اي حاجة خالص في الماتش، مفيش حاجة حد يتكلم عليها، مفيش حاجة نتكلم عليها خالص يعني ريبيرو بصراحة سيء جدا الماتش ده. فمش عارفين بقى باقي الماتش اللي جاي يعمل فيها ايه. انت بتلعب مع فريق اصلا ما بيهاجمش، فاهم؟ يعني انت فريق عمل هجمتين عليك جابهم جونين، يعني كورة من كونان وهجمة أصلا مش هجمة، انت الكورة كانت معاك وقطعها منك، فاهم؟ هنتكلم في كل حاجة إن شاء الله في الفيديو ده. بداية الشوط الأولاني طبعا مفيش هجمة نادي أهلي، مفيش خالص، مفيش غير شوطة واحدة بس تريزيجيه شاطها جنب العارضة. مفيش هجمة، مفيش تكتيك، مفيش جملة تتعمل. اللي معاه كورة بيجري بيها وخلاص، بيباصي وخلاص، مبيعرفش هو رايح فين ولا بيعمل ايه. زيزو كان مختفي الشوط الأولاني. تريزيجيه يعني كان بيجري وخلاص من غير أي لازمة. قفشة ملوش لازمة خالص في الأهلي. مفيش حد باين في الأهلي. في شريف ما ظهرش خالص، يعني انت شريف مستخبي في دفاع المهاجمين ودفاع الدفاع. ف... يعني الماتش بصراحة سيء جدا، الشوط الأولاني سيء جدا جدا جدا. الشوط الثاني بدأ، انت جاد ربنا كرمك وجبت جون، زيزو عمل كورنر جاب أحمد رضا. فالحمد لله يعني نحافظ على الجون ونحاول نجيب التاني والتالت، لكن انت لا، يعني انت شوبير شايف ناس ضغط عليك بلعيبة وراح تديها لكريم فؤاد. كريم فؤاد اتقطعت منه، راحت غنام محمد لعبها حسام حسن حطها جول. فانا قلت في الكوره مش مصروف في الاعاده لما شفتها كريم مغطي التسلل. فانت يا عم شوبير، يعني انت شايف علينا ضغط وعلى اللعبه ضغط مضغوطه واصلا مش يوبنا واللعبه مش فايقه، تروح انت مديهم كوره زي كده ومدي يجيبوا فينا جول. هي طبعا غلطه شوبير، طبعا انت المفروض كنت شطها قدام شوبير في اي حته في اي داهيه. لكن شوبير بقى حب ينفذ كلام المدرب، ما يشتتش الكوره ويطلع بالكوره، فتلعب بالكوره فجت دخلت علينا جول. بعد كده انت مش عارف تمسك كوره برضه، مش عارف تهاجم، مش عارف اي حاجه. كورنر ليهم برضه راح ما جابوها جول، فاهم؟ فيعني يا جماعه في ايه؟ احنا دفعنا وحش الماتش ده فعلا. احنا بنلعب فريق بيهاجمنا. كنا شلنا كتير الماتش ده، كنا اتغلبنا الماتش ده، مش تعادلنا، كنا اتغلبنا الماتش ده. انت بتلعب فريق ما بيهاجمش اساسا، فريق بيدافع بس، فاهم؟ انت فريق ما عملش هجمه، ما عملش هجمه زيك في الشوط الاولاني ولا الشوط التاني. فطبعا بدايه صعبه جدا علينا وعلى جمهور الاهلي وعلى الاهلاويه. زيزو يعني زيزو يعتبر هو احسن لاعب في المباراه. كان يعني في الشوط التاني بالذات لما طلع قفشه ونزل زيزو مكانه، وفاهم ولعبة الاهلي ما تعرفش فيها ايه، ثقه زياده، غرور، ما تفهمش فيها ايه. لازم يتعاقب اللعبه دي بصراحه، والمدرب كمان يتعاقب. انت في اول ماتش انت لسه لعبتش حد، انت لسه لعبتش بيراميدز ولا المصري ولا الناس بتهاجمك، يعني فاهم؟ ولا الزمالك، يعني الفريق الوحيد اللي احنا كنا متوقعين الزمالك ما يعملش حاجه، الزمالك كسب، فاهم؟ وبيراميدز قال اتعادلوا. فبدايه صعبه جدا جدا. فالأهلي محتاج وقفة جدا من الأول كده. نتكلم بقى مع اللعيبة، نتكلم مع المدرب. المدرب مش عارف يحل الدفاعات، مش عارف يعمل أي حاجة خالص. يعني أنت مش طايق إن كلهم بيدافعوا، فأنت يعني أنت بتعمل إيه؟ مش فاهم أنا. شايف شريف مش مظبوط، طلعه ونزل حد مكانه. شريف ما عملش حاجة في الماتش خالص يعني، فاهم؟ طلعه ونزل طاهر مهاجم ونزل حد جه تحت طاهر، فاهم؟ أنت بنزل لك جراديشار أصلا، جراديشار أصلا كده كده بيهاجمش أساسا، فاهم؟ أنت أساسا شريف اللي بتعتمد عليه ما هاجمش، يعني جراديشار هو اللي هيهاجم. فالموضوع صعب جدا جدا جدا، شكلنا هيبقى موسم صعب جدا علينا. واللي متابعني في القناة من أول المدرب ده جه بصراحة أنا قلت المدرب مش كويس، مدرب ما عندوش فكر، ما عندوش حاجة، فاهم؟ يعني انت قاعد بره ديانج ومنزل لي أحمد كوكا، انت منزل ديانج على الأقل يمسك لك نص الملعب بعد ما أحمد رضا انصاب، لكن انت منزل أحمد كوكا وكريم فؤاد، يعني لسه ما قدامه كتير عشان يرجع لمستواه. وبن شرقي برضه لسه ما عملش حاجة، برضه مفيش حد عمل حاجة النهارده بصراحة غير زيزو وأحمد رضا. يعني هم اللاعبين اللي كويسين النهارده، زيزو وأحمد رضا. مفيش غيرهم بصراحة اللي كانوا بيلعبوا النهارده، يعني فاهم؟ ياسين مرعي برضه لسه عاوز شغل كتير في الدفاع. ياسين مرعي عامل مشكلة، سقط في الدفاع، بطيء شوية في الدفاع، أي كرة أي لاعب بيخش عليه يعمل معاه فاول، فاهم؟ فتحس اللعبة مش مظبوطة، اللعبة فيها حاجة. ف يعني انت لسه بتلعب فريق، يعني فاهم؟ لسه مكون فريق، يعني فاهم انت بقى؟ يعني بدون ظبط انت جايب حوالي مثلا 10 12 صفقة، يعني فاهم؟ انت مش عارف تلعب، فاهم؟ وفريق ما هاجمكش ولا هجمة ولا عمل اي حاجة خالص. انت بتلعب بقى بيراميدز اللي بيهاجم، ولا الزمالك اللي بيهاجم، ولا المصري اللي بيهاجم. هتعمل ايه معاهم، فاهم؟ ولا سيراميكا اللي بيهاجم. فاحنا عندنا مشكلة جدا 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 في النادي الاهلي.
فنحاول بقى نحلها من أولها كده. كويس احنا تعادلنا متغلبناش. بس برضه بداية صعبة جدا، وانت ولا كورة ولا لعبة ولا أنا عندي مثلا نتعادل بس نلعب، احنا ما لعبناش. انت ما فيش هجمة، الأهلي ما عملش هجمة طول المباراة. انت عارف يعني الأهلي 90 دقيقة ما عملش هجمة كلها، يعني الجونين اللي جم كورة ثابتة، وفي كانت كورة عرضية لعبها زيزو بين رمضان بس جت في العارضة، فاهم؟ ودفاعك في مشكلة ووسطك في مشكلة، مش عارف تباصي، مش عارف تعمل هجمة منظمة، مش عارف تعمل جملة مفيدة، نقول ده في جملة اتعملت واحنا لعبنا وتعادلنا. فكانت مفيش حاجة خالص يعني، فاهم يعني مش عارف صح واحد يقول إيه بصراحة. مفيش كلام يتقال، حرق دم وخلاص كبداية كده في حرقة الدم. لكن معلش احنا لسه في الأول، لسه في أول المشوار. مش عارفين بقى المدرب ده يعمل معانا ايه، فربنا يسترها ان شاء الله بإذن الله. أول مباراة سيئة جدا 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 يا ريبيرو. أول مباراة سيئة جدا جدا يا لعيبة الأهلي، وده لازم تتدخل بسرعة. احنا لسه في الأول عشان ما نقدرش نعمل نفس اللي حصل معانا مع كورر، نسيبه ونسيبهم في آخر يغرقنا. فلو نشوف المدرب ده لو مش حلو فعلا ومش عارف يقرا الماتش، مش عارف يعمل أي حاجة، عماد النحاس موجود يعني، فمش هنروح بعيد يعني. فمفيش حاجة تتكلم تاني فيها خالص على الماتش، هو ده كل اللي في الماتش، مفيش حاجة خالص أساسا تتكلم فيها يعني. فمعلش قدر الله ما شاء فعل. كويس احنا تعادلنا ما اتغلبناش. فيلا أهلاوية دعمونا واشتركوا في القناة. السلام عليكم.